وصلنا إلى هذا الحد. يدخل علي بعد صلاة الجمعة شاب في ريعونة الشباب، تلاتينات، جالس بعد ما انتهت الخطبة لا حول به ولا قوة، جثة شايلينها وحاطينها في المسجد، وشه أحمر كالدم، عينه من الدموع والبكاء ما تقول، حاله وأنا أعلم أنه شديد الصحة، رزقه الله بفضل منه بصحة جيدة، جلس أمامي أكنه عنده شلل رباعي. خلصت الخطبة، مالك؟ قال لي والله يا شيخ بقالي أكثر من 3-4 شهور زي ما أنا، لفت على دكاترة، على نفسيين، دكاترة مخ وأعصاب، مش عارف، مفيش نتيجة، ويبكي ويبكي، بيقول لي يا شيخ وأقسم عليا أنا عايزك تضربني كده بأقوى ما عندك في وجهي في أي مكان في جسمي، اضرب. في إيه؟ يقول لي أنا مش حاسس بجسمي، فيش. بيقول لي روح في جسد، روح في جسد، ولكن الجسد ميت. أنا بكيت، يا ابني في بالراحة، مالك؟ من الله تبارك وتعالى علي أسئلة المعالجين، إيه اللي حصل في آخر أيامك أو آخر يوم لغاية ما لقيت نفسك حصل فيك كده؟ قال لي أنا طالع في شغل الصبح، لقيت واحد مقابلني، أيوة يا عم ماشية معاك، عندك توك توك، توك توك، ها مش عربية مرسيدس، توك توك، وانت صنايع يوميتك 250، يبقى التوك توك 250 وانت 500 جنيه في اليوم، ده انت باشا. تخيل. وقال لي اخر اليوم حصل لي اللي حصل لي، عرفت ان فلان السبب في ده. حسد، حسد. بنحسد بعض على ايه؟ بنحسد بعض على قسمة قسمها الله تبارك وتعالى. من الذي قسم ووزع الأرزاق؟ مش بتاعتك. أخوك المسلم ربنا موسع عليه، معطيه أو أعطاه شيء مش عندك، قسمة لا يعلمها إلا الملك، وربنا ما بيظلمش حد. وما ربك بظلام للعبيد أبدا والله.